يا مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرد السلام برضه. النهارده يا جماعة اتكلم معاكم في موضوع يمكن خطرت في بالي فكرة كده وقلت لازم اتكلم معاكم فيها. يمكن الحاجة دي انا تحديدا خدت فترة بعاني منها يعني. الموضوع اللي النهارده هيكون هو بصراحة ملوش عنوان يعني، بس هتكلم معاكم في الموضوع الناس اللي حصر سعادتها في الاشخاص او في ناس هم يعني بيتوسموا فيهم الخير وايه وشايفين ان السعاده في الحته دي، شايفين ان السعاده مع الشخص ده، شايفين السعاده مع البني ادم ده. وهو للاسف في مشكله هنا كبيره جدا بانه انت كل يمكن قلتها كتير، كل ما انت حضرتك بتستغنى ربنا هيزيدك عزه ورفعه. لازم تعرف كده ولازم تتيقن بكده. وغير كده انا عايز اقول لك على حاجه بسيطه، وهو على فكرة يعني لازم أنا ليه حريص على الموضوع العلاقات والتعلق، وإن إحنا بنروح لناس ما بيسألوش فينا، وبنروح لناس بنحبهم، وبنروح لناس كذا وكذا 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 وكذا، وهم الناس دول أصلا مش شايفيننا. يعني هو كمان مش بيحبك ومش بيمثل، هو أصلا مش شايفك. وعلى فكرة أنا مش بلوم على الشخص ده، الشخص اللي هو ده مشي ده وما بيسألش وكده، أنا مش بلوم عليه خالص، أنا بلوم عليك أنت. هو اصلا ادالك اشاره كذا مره ان هو مش حابب العلاقه دي، يا سيدي مش عاوز يكمل، يا سيدي هو مش مقتنع بيك انت شخصيا، هو مش مقتنع بيك، هو حر. برضه الموضوع ده بيندرج نحو الصداقه برضه. انت عاوز الشله اللي معاك دي سابتك مثلا اي سبب من الاسباب، انت بتحاول على قد ما تقدر ترجع، زي ما احنا بنقول في مصر، بترجع الامور لمجاريها. بس هو الموضوع ما ينفعش، هم رفضوا رفضا تاما ومشوا منك. انت بتحاول تعمل ايه؟ بتحاول ان انت ترجع تاني وتود، وتحاول تبين ان انت كويس، وانت كويس فعلا، انت بجد كويس وتستاهل، ممكن تستاهل ناس احسن من الناس دول. بس يمكن انت مش شايف قيمة نفسك، بجد مش حاسسها، حاسس ان انت لو قعدت لوحدك هتصاب بالوحدة، تصاب بالاكتئاب، رغم ان انت ممكن تطلع من الرحله دي اللي انت قاعد فيها لوحدك تطلع انسان مبدع، والله ممكن تالف كتاب وروايه. فاللي بيحصل ايه؟ خلينا نتكلم عن الموضوع. يعني انا عاوز اركز على الجانب اللي هو بيتكلم في موضوع الحب، مثلا الولد اللي هو متعلق ببنت، رغم انه انتوا عارفين انا واضح في الموضوع ده انه مفيش ارتباط، مفيش كذا مفيش كذا، أنا مش بتكلم في الحرام والحلال لان انتوا عارفين وجهه نظري في الموضوع ده. خليني بس اكلمك على الواد اللي هو بيفضل، والعكس يعني بيفضل، مش بدافع عن الشباب والله عشان بس انا زعلان، يعني بيفضل يلح يرن، تعمل له بلوك، تكلمه انستجرام، تعمل له كذا تعمل له كذا، هو برضه مصمم. طب يا ابن الحلال، يعني بجد بجد انت نفسك دي مش صعبان عليك؟ نفسك انت مش صعبان عليكي؟ يعني هو في ايه اكتر من بني ادم يقول لك، مش بيقولها لك صريحه، انا اعتبر ان هو مش بيقولها لك صريحه، بس بيطفشك بالطريقه كده، بيعمل لك حظر مثلا. انت ده انت المفروض اصلا، اقول لك ايه طيب، يعني في عدم ردوده عليك اذا كان واتساب او اي تواصل، ده في حد ذاته انت المفروض تهرب وترمم اللي فاضل منك بجد. وغير كده يعني على فكره هو ممكن يبقى الموضوع معاك متعلق اكتر من اللي انت بتحب. انت ليه خازل كل السعاده عندها هي، او ليه خازل السعاده كلها عنده هو؟ ليه مش بتشوف اصدقائك اللي هم كلهم بيتصلوا بيك وبيحبوك؟ ليه مش بتشوف ابوك وامك اللي احنا عندنا مشكله مع دول؟ احنا عندنا بجد مشكله مع دول، كويسين مع الناس كلها الا مع دول. بعيدا عن تقصيرك، ما بتتصلش، مسافر في شغل، دي حاجه تانية، بس بتكلم على ان هم بيبقوا موجودين معاك في الشغل بتعاملهم وحش، في البيت اقصد، سوري، وبتعاملهم وحش. اللي بتبقى معاك وبتطلع عينك وبتمرمطك في العلاقه بتبقى معاه كويس، من رنه واحده الو انت فين كذا كذا، من رنه واحده انت فين كذا كذا كذا. ابوك لما بيتصل ولا والدتك انت ما بتعرفش
ما تعرفش ايه، انت مش عاوز تكمل ثانيه معاها. فين يا ماما انا كذا، فين يا بابا كذا. رغم ان خد بالك السعاده ممكن تبقى مع دول وانت مش مركز. يعني اللي معاه اب وام ومش مهتم بيهم، لا ركز. ركز عشان دول بيحبوك حب اصلا ما حدش هيديهولك. الحب اللي مشروط ده ما حدش بيديه لحد. هما بيحبوك بعيوبك بعبلك بكل حاجه فيك. سوري في اللفظ يعني. كنت ناجح، كنت فاشل، كنت كويس، كنت كذا كنت كذا، هما بيحبوك. انت حضرتك بتروح للناس اللي هي بتديك على دماغك. بتروح للولد اللي هو بياخد صورك على الفيسبوك وينشرها للناس بره ومبين لك انه هو الواد المخلص. انا مش بحب غيرك. فيو والله العظيم. يعني بجد انا بعتبر ان احنا يعني الا ما رحب ربي اصبحنا بلا عقل في المواضيع اللي زي دي. يمكن اخت اتكلمت معايا بفتره على اليوتيوب وقالت لي اعمل فيديو اتكلم فيه مع يعني حمس فيه، حفز فيه البنات المواضيع دي. الصور الكارثه الكبيره. انت حضرتك بتبعت صورك ليه؟ يعني انت بتبعت صورك ليه؟ هو تمن الحب انه بعت له صور عريانه. سوري محدش بيتكلم في الموضوع ده بس انا هتكلم فيه. بجد انا هتكلم في بنات عندها 16 و17 و18 سنه ببعت. يعني انا يمكن اتكلمت قبل كده، فين دور الاب والام؟ الاب والام فين؟ ازاي يكون عندي نت باقته ما بتخلصش وبنت قافله على نفسها في سن خطر، قافله على نفسها الباب بتليفون؟ والله العظيم والله العظيم والله العظيم ثالث مرة، لو البنت دي ولية من أولياء الله الصالحين هتضعف. لو سيبك من خلينا نتكلم بصراحة، اللي يزعل يزعل. هتضعف. ما احنا بشر يا جماعة. هيحصل مشكلة عندها بين أبوها وأمها، هتخش أول واحد هيبعت مسج هترد عليه. تك 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 تك. طبعا البنات معظمها ولا الأغلبية بيتعاملوا بالعاطفة قبل العقل، ودي من المشكلة الكبيرة جدا. تخش البنت فتكون محترمة جدا وبنت ناس، وما زالت هي وبتضحك عليها محترمة وبنت ناس بس بيشردها. شايفين يا جماعة البنت دي بتكلمني، شايفين يا جماعة البنت دي من منطقة فلان، شايفين يا جماعة كذا، شايفين وانت نيتك سليمة ومشاعرك نبيلة، بس مع مين؟ مع الشخص الغلط. عشان كده بنقول يا جماعة مفيش حب اسمه حب انترنت. فككم من الهبل ده. مفيش حب من الانترنت. اللي بيحب بيخش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده. وحضرتك لما واحد يجي لبنتك دخله قليل، بالله عليك اقبله. لو دخله قليل اقبله. انا يعني والله ربنا يسامحني على الكلام، انا دي على مسؤوليتي انا. يعني اقبلوا. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ده الرسول بيقول لك كده. عمر الرسول ما انت مش الرسول مش هيدلك على الغلط. صلى الله عليه وسلم مش هيدلك على الغلط. اقبلوا. نقطة. يمكن أنا دخلت من موضوع لموضوع كويس. أكمل عنوان الحلقة نقاش أو بودكاست ولا أي حاجة يعني. اقبلوا. زي ما قلت قرب من بنتك، اتكلم معاها. فالمواضيع كلها اصلا منفذه على بعض بصراحه. فدي نقطه. النقطه الثانيه برضو حضرتك كأم المفروض تعلمي بنتك يعني ايه احتشام، يعني ايه كذا، يعني ايه كذا. يعني لا يا جماعه، انا اقول مليون في مليون مره ما فيش علاقه بين ولد وبنت ويكون بينهم صداقه. يعني اللي عاوز يقول شيخ يقول اللي ده. انا بكلمكم بامانه. الصداقه مش موجوده. الصداقه ده مسمى يعني اتغرس فينا عشان خاطر انه احنا نعيش زي الغرب. وكل الكوارث اللي بتحصل بسبب المواضيع دي. زميلي في صديقي في الشغل اقول له على المشاكل اللي بتحصل بيني وبين زوجي. ما خلينا احنا ليه يا جماعه احنا مش بنسمي المسميات على غير اسمائها؟
انت قول انا والله مقصر وانا عندي صداقه، قول والله انا مقصر وربنا يتوب عليه، قول انا والله مقصره وبحصل كذا. بس هرجع للموضوع الاولاني، انه انت او انتي بتروح تكلميه وفاكره انه السعاده مختزله فيه هو فلان ده، رغم انه في يومك نفسه لو عملتي كده يومك نفسه هتشوف ان انت عندك حاجات كتيره جدا. انت لو قفلت الموبايل ده وبعدت عنه خالص، وشغلت بودكاست مثلا، ولا قفلتيه خالص، عملت فنجان قهوه ولا عملت فنجان قهوه وقعدت مع نفسك، قريت كتاب يا سيدي ما بتحبش تقرا، قعدت مع نفسك في البلكونه بتاعتك مثلا، ما عندكش بلكونه اقعد في الشارع، ما عندكش اقعد على البحر، المهم تقعد مع نفسك تفكر في اللي بيحصل معاك في يومك، تحاول تعدل من اللي بيحصل معاك، تحاول تراجع حساباتك، تحاول تعمل كذا، في صاحب عاوز تزوره، في حاجه عاوز تعملها، بجد افيد لك من ان انت طول اليوم بتجري، طول اليوم طاقتك بتنفذها على ناس اصلا هم مش شايفينك، وللاسف هم بكره بيفكروا في حد تاني. فليه يا ابني؟ يعني انا بجد بصعب ليه يا بنتي بجد. وعشان اقول لك حاجه برضو، نصيحه من اخ، لو عاوز ترتبط بشريك حياه لازم انت تكون هو الشريك الحياه المناسب. انت بتجذب شبيهك يا صديقي. غندي لي مقولة عظيمة بيقول إذا كنت تريد التغيير فكن أنت التغيير الذي تريده. عمر ما حجر ورا حد، يعني حتى لو اتجوز وحصل بينه وبينه مثلا، عمره ما هيحترمني. يعني الست ما بتحترمش الراجل اللي بيجري وراها عموما، يعني خدها من اخ كده، دي بعيدا عن الحلقه. يعني لو ما طلعتش في اي حاجه خد الجمله دي، الست ما بتحبش الراجل اللي بيجري وراها. انت بتجري ورا راجل، الست بتحب الراجل اللي شخصيته قويه، والشخصيه القويه مش بتجري ورا حد. سلام سلام بلوك، يلا مع السلامه. مش بحرض بس انا بكلمكم يعني. لازم انت بعيدا عن الستات يحبوك ولا انت لازم تبقى شخصيه قويه، لانه الحياه لا تقبل الضعفاء بجد. انت لازم تقبل تقبل ان انت يعدي عليك ظروف، يعدي عليك مشاكل، يعدي عليك مصائب، يعدي عليك ابتلاءات، دي من نواميس الكون اللي ربنا جعلها في الحياه. ودي حته برضه هقولها لك، محدش هيسمع معاناتك بجد. انا الجمله دي يمكن سمعتها وعجبتني بصراحه من كذا حد، يمكن النهارده وامبارح. تعرف انا ممكن بحب ان انا اتكلم واقول الحاجات اللي عندي مشاكل، واصحابي هيسمعوك المره الثانيه مش هيسمعوك. عارف يسمعوا كلامك امتى؟ اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، ده عن يقين. لما تكون انت ناجح بجد، واحد قالها عجبتني، ياخدوا القلم بتاعتك دي يعملوا عليها بقى بودكاست بقى يا سيدي، قصص، مش عارف مشكله عبد الرحمن اللي كان جاي. لكن انت لما بتكون ولا حد هيركز معاك، ده شخص شكاي، ده شخص فش. واصلا احنا يا جماعه لازم نشتكي، يعني احنا يعني ازاي؟ احنا لازم نفضفض. ما في ناس ما بتستحملش ان انت تشتكي، تفضفض. انا تعبان النهارده، لا ده سلبي. ممكن انت تكون ايجابي طول عمرك ايجابي، بس تقول الجمله دي، بس لما تنجح يا خبر ابيض. فنجاحك ومحدش هيجي من الشارع تعالى عبد الرحمن والله انت عندك واحد اتنين تلاته، انت عندك غلط في كذا وغلط في كذا وغلط في كذا، والله عبد الرحمن انت اخطأت. محدش هيعمل لك كده خالص. اللي ذاكرته هتكتبه. وعشان تبقى ناجح لازم انت تركز. انا ليه بجري ورا حد؟ ليه بود حد اصلا ما بيسألش عليا؟ والله العظيم يا جماعة عامل بالمثل، يعني عامل بالمثل بالشياكة والادب. هو مش عاوز يجي معي خلاص يعني مع السلامة. هو عاوز يقعد معي، والله العظيم انت كمان كشخص محترم ومؤدب، هو لو عاوز يقعد معك انت هتشيل على راسك، انا عارف. انت هتعامله اكتر من المعامله بتاعته، لانه انت ابن ناس وعارف. فشباب يا شباب قدروا نفسكم يا بنات، عشان الكلام ما يتاخدش برضه انه انا مع الشباب، رغم انه والله العظيم انا يمكن احنا الستات لما يعملوا محتوى مثلا بيخاطبوا الستات الرجاله، بس انا والله بتكلم بالاثنين لان الاثنين يخصوني. يا جماعه ركزوا شويه، عاوزين تتحبوا مش كده.
مش كده خالص. ما بقاش داخل علاقة منهار ومتهان ومتنكد وزعلان وعندي إرهاق وتعبان ومضغوط ومسحوب مني طاقتي ومش عارف أركز ونسيت كل. أنا الكورة نسيت أبطل ألعبها يا عم. أنا ما بلعبش كورة زمان. أنا الرياضة بطلت ألعبها. أنا بسهر بالليل طلعت لي هالات. أنا من كتر إن أنا برن عليه هو ما بيعبرنيش. انا اصحابي بقالي فتره ما عادش. بس كان الكلام ده للولد ولا للبنت؟ ايه اللي جبر حضرتك على كده يعني؟ يعني بجد ايه اللي جبر حضرتك على كده؟ يعني احنا ليه مش بنتعظ مثلا؟ احنا بنشوف علاقات قدامنا واحنا للاسف ما فيش علاقه بتكون ناجحه ان احنا نرجع لها يعني، في موضوع الحب بالذات. بس احنا لما نشوف الحاجات دي اللي بتحصل يا جماعه، 90% من اللي بيحصل دلوقتي على السوشيال ميديا ولا غيره دي كلها ملهاش علاقه بالحب. يمكن اتكلمت كتير عن الموضوع ده وفي البث برضه لما الجماعه بيتكلموا ما في ملهاش علاقه بالحب نهائي. نهائي يعني اللي عاوز يزعل يزعل، ملوش علاقه بالحب خالص. الاغاني اللي بتسمعها حضرتك ملهاش علاقه بالحب. كلمات برضه الاغاني اللي بتسمعها برضه ملهاش علاقه بالحب. كل الحاجات دي كلها ما هي الا داعيه للسلبيه. هي بتفتح لك باب سلبيه غير الحرام اللي انت بتشيله. يا اخي زي ما انت تشوف الصحابي مثلا، انا بستغرب على الناس دول بجد يعني والله العظيم. يعني لما تتخيل ان الصحابي لا في موسيقى ولا غنى ولا في حرب. هذا الذي امرك به يا رسول